حاجه عظيمه والله العظيم، لازم تجربوها. لو ما جربتوش انتوا اللي هتندموا. لو عاوز تفشخري قدام حماتك جبت لك الحل لحد عندك. وليه تتفشخر؟ ليه ما تراضيش حماتها؟ عشان الصراحه الحموات بقوا وحشين قوي، جدا يا ماما. فصدقيني تحفه. هتعجبكم بجد والله. يلا نوريكم الطريقه. معانا حوالي ربع كيلو بلح منقوع في كوبايه ونص لبن سخن لمده نص ساعه. هنحطه في الكبه. لا سيبي لي واحده. والله ما سيب لك. انت بتحلفي ما تسيبيليش؟ اه بحبه قوي، جامد قوي. هنحط عليه نص كوبايه سكر تموين. هنحط عليه معلقه كبيره قرفه. اختياري ها، مش اختياري. اجباري. حطوها. ربنا يصبرني. وهننزل بحوالي نص كوب من الزبده او كوب صراحه، قطعه كبيره كده حلوه. نص كوبايه زيت. 4 بيضات. في البوله بتاعتنا هنضيف الخليط كالعاده بتاعتنا، عاملين كميه تكفي صينيتين. هنضيف على الخليط حوالي معلقتين كبار كاكاو، 3 كوبايات دقيق، بس اهم حاجه يبقى دقيق منخول، لو مش منخول انخلوه زي ما احنا هنعمل كده. كيسين بيكنج باودر. كيسين فانيليا. هنبدا نقلب بقى الخليط بتاعنا. بجد والله ريحته تحفه، ده القوام بتاعها. عامه المفروض ده يبقى قوام مظبوط لاي كيك. انتوا مش متخيلين والله العظيم الريحه اللي احنا شمينها دلوقتي حالا تحفه. الصواني بتاعتنا وتكون مدهونه زبده طبعا، عشان احنا عاملين كميه كبيره تعمل صينيتين. هننزل بالنص هنا والنص هنا. مخترع الاسباتيولا ده ياخد جايزه احسن اختراع في الحياه للتوفير بجد. اه والله. بعد كده هنخبطها خبطتين كده عشان تتساوى ونطلع الفقافيع فقاقيع. اسمها فقاقيع على فرن درجة حرارة 180. أهم خطوة محدش يفتح عليها قبل. اوعوا نهائي هتهبط وترجعوا تقولوا بيكنج باودر بتاع الراجل بايظ. لازم نص ساعة عقبال ما الكيكة تجهز. ناخد عين جمل ونكسره تكسير بسيط كده بالظبط، احنا عايزينه خشن يعني مش سليم وفي نفس الوقت مش مطحون. تعالوا نجهز الصوص. في طاسة على النار معلقة زبدة. هننزل عليها بعين الجمل. أول ما عين الجمل يتحمص سنة هننزل عليهم بمعلقتين سكر رشة قرفة وعلبة كريمة طهي. قشطة ديت اوعوا تسيبوها. ننزل بمعلقة نشا عشان نكثف الصوص شوية. بعد ما طلعنا الكيكة من الفرن هنبتدي نخرمها بعود شيش. وتعرفوا الكيكه منين انها جهزت؟ هندخل عود الشيش ده في نص الكيكه كده، لو طلع نضيف بالشكل ده معناها ان الكيكه مستويه 100 100. اللي هيسال دي غامقه ليه ودي مش غامقه ليه، عشان احنا لسه ما قلبناش دي. طبعا الوش بيبقى افتح من تحت. الصوص الفاخر من الاخر نبدا ننزل بيه. لحظه ها لحظة الحقيقة. متعه. انا قاعد مستمتع. هي دفى. عارف يعني ايه يا دفى؟ ستي مش عاوز اتدفى. لا هي صراحه تحفه والله العظيم، حاجه عظيمه. ايه ده؟ والله بجد الميزة ان احنا معتمدين على السكر اللي موجود في البلح. هي سكرها قليل جدا. بس في سعرات تانية برضو يعني. سعرات؟ ما تجيبيش سيره السعرات دي، ما فيهاش دي ما اسمهاش سعرات، دي اسمها قنبله. قنبلة. بس صراحه تستاهل. حاجة فخمة كده تتقدم للضيوف. هي قمه الفخامه. اصلا بصي الشكل. انا مش فاضية، انا بدوق. والله العظيم لازم تجربوها. لو ما جربتوش انتوا اللي هتندموا. جربوها ضروري ضروري. واوعي تتلسع منكم.